اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخر. معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بقالي كتير ما قلتش الكلمه دي، وبعد غياب طويل جدا يمكن من قبل رمضان ما صورناهاش فيديوهات خالص. يعني يمكن بودكاست قعد زملكاويه مع علام عمر هاني ما ظهرش بقاله حوالي البودكاست ده بقاله حوالي اكتر من شهرين. اخر فيديو يمكن عملته كان مع بابايا، واتكلمنا فيه على ذكريات الزمالك وعلى كل حاجه بتدور حوالين الزمالك. غياب طويل جدا، ما اتكلمتش على ماتشات مهمه جدا، على ماتشات صعودنا للكونفدراليه، على ماتشات اللي عدينا بيها في الدوري، مع اني كنت حاضر بعض الماتشات في الاستاد. حضرت ماتش الداخليه في الاستاد اللي كان قبل يمكن رمضان على طول، وحضرت ماتشات كتير جدا في الاستاد الفتره اللي فاتت، ولكن ما اتكلمتش كتير على صعودنا في الكونفدراليه لربع النهائي ومقابله فيوتشر و حاجات كتير قوي فاتتنا وما اتكلمتش عليها. ولكن اوعدكم ان شاء الله في الفتره الجايه مش هيبقى في بودكاست على الزملكاويه، هيستمر عشان ما بقاش بكدب عليكم، ولكن هيبقى في فيديوهات عامه انا هتكلم عليها على الزمالك عامه. اكيد هيقابلنا ماتش نصف النهائي الكونفدراليه مع دريمز، اكيد هتكلم عنه. فلكن بودكاست على الزمالكاويه يمكن هيطول معانا في التوقف كمان فتره كبيره جدا. يمكن ممكن نرجع على اول شهر 6 كده ان شاء الله. احنا النهارده في نص ابريل، يمكن نرجع على اول شهر 6 باذن الله. ولكن انا بعتذر لكم نيابه عن نفسي انا عن غيابنا في فيديوهات الزمالك عامه، اذا كان فيديوهات عاديه تحليل او ملخصات او كل الكلام ده. النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على ما قبل مباراة الزمالك والاهلي، ديربي القاهرة، وبالنسبة لي هو اكبر ديربي في الوطن العربي كله وفي مصر وفي كل حتة. ديربي الزمالك والاهلي بقى، يعني عكس اي ديربي تاني، عكس ديربي في السعودية. يعني بحس ان هو ليه قمة لوحده. حتى لما شفناه ماتش الزمالك والاهلي بتاع الكاس اللي انتهى بفوز الاهلي 2-0، شفنا الجماهيريه العظيمه جدا اللي كانت في السعوديه. طيب من غير كلام كتير، يعني اوعدكم ان شاء الله ان الفتره الجايه هنتكلم على مباريات كتيره. ولكن قبل ما نتكلم على ماتش الزمالك والاهلي ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب من الجاز عشان يوصلك كل جديد. وخلينا اول حاجه، أنا للاسف ما لحقتش تذكره للمباراه هنا خالص تماما، كانت في استاد القاهره الدولي. ما لحقتش تذكره مباراه الزمالك والاهلي. يمكن ناس صحابي كتير لحقت، انا ما لحقتش خالص تذكره لاني ما كنتش في وقتها فاتح نت، ما كنتش في البيت. يعني انا اي ماتش الزمالك ببقى فاتح الكمبيوتر على طول وببقى جاهز احجز التذكره، ولكن الماتش ده انا ما كنتش جاهز، ما كانش معايا نت. اتفاجئت، فتحت بعد، يعني هي اللي فهمته ان هي نزلت الساعه 1 وشويه بعد صلاه الجمعه يوم الجمعه. انا فتحت نت على الساعه 2 على فكانت دخلت حطيت الفان اي دي دوبك. انا اول ما فتحت النت اصلا دخلت على تذكرتي من غير ما اعرف اي حاجه. لقيت واحد صاحبي بيقول لي ان التذاكر لحقت نزلت، ما لحقتش خالص التذكره للاسف يعني. ولكن هتفرج عليها برضو مع ناس صحابي، يعني مش هفوت فرصه الجماهير والاحتفالات وكده. وكمان انا ساكن يعتبر قريب من استاد القاهره، فلو الزمالك كسب هنزل احتفل بقى وبتاع. طيب اولا مباراه الاهلي والزمالك هي بالنسبه لي لما بتبقى في دوري هي 6 نقط مش 3 نقط. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان هي 3 نقط فوز للزمالك و3 نقط الهزيمه اللي بياخدها، او عكس يعني، صحيح عشان انا زملكاوي طبعا، اكيد ما فيش حاجات اكتر من كده توضح ان انا زملكاوي. ولكن يعني في حال ان الاهلي بيكسب في ماتش في الدوري، فما حدش يقول لك ده ماتش 3 بونت، لا ده انت بتاخد 3 بونت وبتخسر فريقك او خصمك المباشر العدو اللدود زي ما بيقولوا 3 بونت تانيين. فبالنسبه لي الزمالك لو واجه الماتش ده وكسب المباراه دي هيبقى معاه 6 بونت، بالنسبه لي ياخد 6 بونت. قبل ما نتكلم على ماتش الزمالك والاهلي خلينا نتكلم سريعا على ماتش الاهلي وزد وماتش الزمالك والاتحاد السكندري. هنتكلم سريعا جدا جدا جدا، يعني انا كده حطيت لك تقسيم تحت في الفيديو، فلو انت الحته اللي مش عاجباك خش على مباراه الاهلي والزمالك على طول، لان الفيديو هنتكلم فيه براحتنا. اول حاجه مباراه الاهلي وزد، عشان ما ابقاش بكذب عليك برضو، انا ما اتفرجتش على المباراه كلها لان كان في نفس التوقيت بيتلعب ماتش الزمالك والاتحاد الاسكندري، فما كانش يعني ما كنتش بتفرج عليه على طول. واعذروني لو انا ببص يعني ما ببصش في العدسه كتير، لان انا بصور لوحدي دلوقتي، ما فيش حد ورا الكاميرا تماما، احنا في اجازه العيد، فباصص في الشاشه ساعات، فساعات بتلخبط يعني، فاعذروني. طيب اول حاجه تعال نتكلم بسرعه على مباراه الزمالك، على مباراه الاهلي مع زد. طيب اول حاجه الاهلي مع زد، انا كنت بجيب لقطات، يعني يمكن اتفرجت اجمالي كل نص ساعه من الماتش. ماتش الاهلي وزد كل ما اجيب لقطه بحس ان المباراه مقفوله، يعني المباراه ما فيهاش متعه. كام هجمه شفت طبعا الملخص الهايلايتس، ولكن كام هجمه من الاهلي على كام هجمه من زد
تألق على فكره علي لطفي في كذا كوره قدام الاهلي الصراحه، عمل مباراه جيده ما عدا الجون اللي جه فيه وهنتكلم عليه. ف يعني مستوى قليل شويه، مع ان زاد فرقه قويه جدا في الدوري، يعتبر هي المركز الرابع او الخامس في الدوري، والاهلي طبعا مش محتاج اتكلم عليه. فان يحصل المستوى دي غريبه شويه بالنسبه لي. كنت متوقع العكس، ماتش اهلي وزد هيبقى اقوى من ماتش الزمالك والاتحاد. فضل الماتش شغال كده، ولكن نزول وسام ابو علي يمكن حرك الماتش شويه من وجهه نظري. مهاجم كويس جدا، طلع في كوره اللي يمكن جت اللي علي لطفي صدها، الكوره اللي طلع براسه وحط لك المشهد بتاعها هنا ونزل بند على الارض وعلي لطفي شالها. كوره ولا اروع الصراحه، حركه يعني ممتازه. مهاجم تحس ان هو افضل طبعا اكيد من مودست، ولكن مهاجم فيه مشاعر كده، تحس ان هو ممكن يبقى زي وليد ازارو كده، بس يعني هنشوف. مهاجم كويس جدا الصراحه، نزل جاب الهدف اللي كان تمركز خاطئ جدا من علي لطفي. الناس بقى اللي بتقول لك ده بيفوت عشان الاهلي والكلام ده، فكك من كل الكلام ده يعني والناس اللي تيجي تقول لك قدام الزمالك ده جنش بيفوت عشان الزمالك، مفيش حاجه اسمها كده. انت بتلعب قدام فريقك، بالعكس انت بتبقى عايز تثبت نفسك. لما مثلا بيجي مصطفى فتحي ابن من ابناء الزمالك، وانا عن نفسي بحبه جدا، بيلعب في بيراميدز ويجي يلعب قدام الزمالك، لا بيحاول يثبت نفسه، بيجيبوا جوان عشان يثبت نفسه لنادي الزمالك. طيب غير الماتش شويه وانتهت المباراه ب 1-0. تمام. طيب خلينا نخش بقى في مباراه الزمالك والاتحاد. ومباراه الزمالك والاتحاد وانا بتفرج عليها يمكن قليل لما بتفرج على ماتشات الزمالك وببقى مستمتع بهذه الدرجه. مباراه استمتاعيه جدا. الزمالك قدم شوط اول ولا في الاحلام. مباراة ممتازة، شوط اول باهداف. كرة اول هدف اللي سجله نادي الزمالك اللي كان هدف زيزو على ما اظن، الكرة اللي قطم من جوه، خطأ من الدفاع، قطم لجوه، سدد كرة والله اروع. بعدها كرة سامسون اللي كانت اوفسايد، جون يعني ده لو ما كانتش اوفسايد كان هيبقى من احلى اجوان الدوري المصري، جون ولا اروع. على فكره سامسون انا بالنسبه لي يمكن افضل راس حربه موجود في نادي الزمالك دلوقتي، افضل من سيف الدين الجزيري، انا بشوف حاجه زي كده، افضل من ناصر منسي اللي بتمنى على اخر الموسم ان هو يدوق عاره بقى يبيعوه او يجيبوا لاعب مكانه. يعني بالنسبه لي يبيعوه اكتر عشان يستفادوا بفلوسه. فالصراحه سامسون اتمنى كمان ان هو يعني يبدا في مباراه الاهلي، وهنقول في الاخر مباراه تشكيله الاهلي او تشكيله الزمالك وتشكيله الزمالك. طيب مباراه الاتحاد والزمالك مباراه جميله جدا جدا جدا. في الشوط الاول الزمالك بيسيطر على هو الماتش كله سيطر عليه الزمالك ما عدا اول 10 دقايق في الشوط الثاني اللي الاتحاد مش زعيق جوه في ما بين الشوطين وبتاع، خد باور كده بس بدون خطوره قويه. الصراحه كنت خايف من لعيبه الاتحاد فيها لعيبه كبيره جدا، اولهم مابولولو، احمد عادل ميسي، خالد الغندور في نص الملعب كابتن الفريق، لعيبه تقيله جدا. ولكن مابولولو انا ما حسيتش بيه طول المباراه غير في هجمه واحده يمكن، وكانتش خطيره على الجون. مابولولو غير موجود تماما. حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي قدروا ان هم يمنعوا مابولولو من الهروب او من اي حته. كمان احمد عادل ميسي اللي ضيع كره غريبه جدا من انفراد تام، احمد عادل ميسي بيوديها سيدي جابر، كوره غريبه جدا جدا جدا. انا خلاص غلطه المدافع وهو ماشي كده، خلاص انا عارف انها جون، خلاص يعني انا ماسك موبايلي عشان ما اشوفش ايه اللي هيحصل، بس عارف انها جون، كوره بره. يعني انا الله يكون في عون جماهير الاتحاد، مع ان احمد عادل ميسي لعيب ممتاز، بس ما عجبتنيش لقطه احمد عادل ميسي اول ما ضيع الكوره تم تبديله. حركه يعني دورات رمضانيه قوي، حركه غريبه جدا جدا جدا. حتى لو انت مجهز التبديل ما تبدلوش دلوقتي. يعني مش اول ما يضيع هي فعلا حرفيا اول ما ضيع الكوره ضربه المرمى قبل ما تتلعب احمد عادل ميسي طلع من جنب الجون والتبديل نزل. حتى لو هي الكوره طبعا 100% لازم تبقى جون، ولكن هو لعيب في الاول والاخر لعيب كويس. هل انا احمد السيد زيزو او شيكابالا ضيع كوره نجوم الفريق راح مطلعه على طول؟ ماشي دي كوره، ولكن هو لعيب كبير الصراحه. فالصراحه حركه غريبه جدا يمكن دي تاثر على نفسيه اللاعب فيما بعد. طيب مباراه زي ما قلنا سيطره وهيمنه على من الزمالك. شفنا بقى هنا الفكره، الاهلي مستواه قليل جدا، اقل من اللي بنشوفه فيه في افريقيا، ومستوى الزمالك عالي جدا في ماتش الاتحاد. اي واحد زملكاوي انا بقول له اهدى، ما تقولش لصاحبك الاهلاوي دلوقتي انا هكسب الماتش ده واحنا هنحط عليكم واحنا هنعمل، انا ما عملتش كده. دلوقتي مباراة القمة غير مباراة الديربي. خلينا نخش بقى في مباراة الديربي. مباراة الديربي دايما غير. الزمالك لو في افضل مستوياته والاهلي في اقل مستوياته ممكن الاهلي تلاقيه كسب، لو الزمالك في اقل مستوياته والاهلي في اعلى مستوياته ممكن الزمالك تلاقيه كسب عادي جدا. دي مباراة قمة بيبقى ليها حسابات وطريقة تانية. لو المدير الفني لو جوميز دخل المباراة بالثقة دي
هنخسر المباراه. كمان جوميز اللي بدأ يعجبني جدا في مباراة الاتحاد، يعني نديله حقه. بدأ يعجبني جدا في الهجوم، تحرك اللعيبه بالهجوم والكونتر اتاك اللي حصل كذا مره، ازاي تستغل اخطاء المدافعين. يمكن هدف هدف زيزو كان خطأ دفاعي، وهدف ناصر ماهر اللي كان اسيست من فتوح. الاسيست قبل ما يتعمل انا قلت ايه ده احمد حمدي ده ولا عبد الله السعيد ولا مين؟ اكيد راجل صانع العاب. فتوح بيمينه عملها. لا 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 لا, لا. فتوح يا جماعه، مع احترامي لكل باكات الشمال، مع احترامي لاي لاعب باك شمال حاليا، ففتوح ده كده فتوح لسه راجع من اصابه يمكن في نص مستواه. فتوح لو في افضل مستواه احسن باك شمال في مصر. عارف ان في ناس اهلاويه كتير هتعاندني وهتقول لي لا علي معلول افضل والمقارنات اللي دايما دي، بس انا من وجهه نظري فتوح لا لا لا، فتوح لعيب افضل باك شمال حاليا في مصر من وجهه نظري. فتوح عملها بيمينه، ناصر ماهر خلص الجون تمام. ناصر ماهر اللي بديله برفع له قبعه هو احمد حمدي. طيب خلينا بقى نخش في ديربي الاهلي والزمالك. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور اللي هيبقى متواجد في الملعب ده هيبقى 10,000 و10,000 فقط مع الزحام والمشاكل و ودي حاجه الصراحه كانت مضايقاني جدا. يعني كنت على امل ان هم يفتحوا تذاكر تاني لان انا ما لحقتش تذكره زي ما قلت لكم، بس يلا الحمد لله. طيب اول حاجه ماتش الاهلي والزمالك، ماتش ليه حسابات كتير جدا. فورمه الزمالك دلوقتي هي اعلى من فورمه الاهلي بالتاكيد، حتى بشهاده جمهور الاهلي. ولكن زي ما قلت لك الديربي ليه كلام تاني. فورمه الاهلي اقل شويه بلعيبه اقل. الاهلي عنده اصابات كتيره جدا، عنده حسين الشحات مصاب، عنده امام عاشور مصاب، عنده محمد الشناوي، اليو ديانج، بيرسي تاو اللي تقريبا في كلام بيتقال ان هم هيرجعوا من الاصابه. ولكن كنت لسه بتناقش مع واحد صاحبي اهلاوي في الكلام ده، ولكن بالنسبه لي هو العنصرين او الثلاث عناصر الرئيسيين المصابين، يعني او العنصرين المصابين اللي بالنسبه لي مهمين جدا للاهلي هم حسين الشحات وامام عاشور، لان هم اللي بيحركوا الفرقه. امام عاشور ده مايسترو في نص الملعب، بيحرك الفرقه يمين شمال قدام ورا كل حته. امام عاشور هو مايسترو في نص الملعب، فهو ان هو مش هيبقى متواجد اصابه دي حاجه غريبه جدا. شفت جاهزيته في كانوا مصورينه في التمرينات وبيتمرن وكده، فمش عارف هل هو لسه بيعمل علاج طبيعي ومش مش هيلحق ماتش الاهلي والزمالك ولا هيلحق، لسه مش عارفين. النهارده الكلام يعني اعتقد القايمه المفروض تنزل النهارده، فمش عارف يعني الصراحه. طيب تاني حاجه حسين الشحات اللي بيحرك، اللي طبعا نتمنى له السلامه، وقعته كانت صعبه جدا في الملعب. بيحرك حسين الشحات مرعب لاي باك بيلعب عليه او اي سيرد باك بيلعب عليه، مرعب. لعيب متحرك جدا، بيظهر من حيث لا تدري كده، هداف. فلعيب الصراحه مهم. بالنسبه لي محمد الشناوي الاهلي قدر يعني يتعامل بدونه مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير فورمته كويسه جدا، ولكن مش زي طبعا محمد الشناوي. ولكن شوبير مش عارف ليه برضه انا يعني كنت بقول انا من احسن، يعني شوبير ده بقول ان هو من احسن حراس اللي موجوده دلوقتي في مصر، ولكن دايما بحس ان مستواه اتهز برضه سنه. مش عارف هل دي مشكله قلوب الدفاع في النادي الاهلي ولا مشكلته هو، لان ما بتابعش الاهلي كتير، فمش عارف بقى ايه المشكله بالظبط. طيب فزي ما قلت لك بالنسبه للاهلي امام عاشور وحسين الشحات مصابين، ودي اصابه قويه جدا، وكمان اليو ديانج. طيب الزمالك اللي الحمد لله ما فيهوش غير محمود حمدي الونش مصاب، وعبد الشافي طبعا نتمنى له السلامه، يعتبر عبد الشافي اعتزل يعني. محمود حمدي الونش مصاب. هل هيعاني نادي الزمالك من محمود حمدي الونش؟ طب خلينا نتكلم على الزمالك الاول. الزمالك دلوقتي عندنا في حراسه المرمى محمد عواد. طيب تمام يعني فاهم بالزق كده، لان عواد برضو من ساعه جون فيوتشر اللي جه فيه كورنر ده انا مش متفائل، بس الماتش اللي فات عالي. انا كمان في كلمه عايز اقولها، ان مع لعيبه الزمالك اللي جت اللي مستواها عالي زي احمد حمدي وناصر ماهر عبد الله السعيد، كل دول بدات فريق الزمالك كله مستواه يعلى. تحس ان حسام رؤى لما بيجي ينزل في نص الملعب تحس ان مستواه مش زي رؤى لما كان جنبه عمرو السيسي. تحس ان رؤى مستواه عالي سنه، في تطور. حسام عبد المجيد بعيد عن ماتش فيوتشر اللي عمل فيه كوارث، وماتش الاتحاد عمل فيه كارثه واحده، ولكن عالي. شفته في كذا كوره تحس ان حسام عبد المجيد خد خبره شويه بقى، عالي مستواه عالي. برضو اقلق قدامه في ماتش الاهلي، اقلق قدامه يعني، اقلق الصراحه. فقلوب الدفاع لغايه دلوقتي انا اتوقع هيبقوا حمزه المسلوسي يعني وحسام عبد المجيد، ولسه نتكلم في التشكيل. ف يعني ربنا يستر برضو من قلوب الدفاع عندنا في الزمالك. لازم جوميز ما يلعبش دفاع متقدم. في مشكله عند جوميز قويه جدا ان هو بيلعب دفاع متقدم، واحنا عندنا قلوب الدفاع في قلوب الدفاع في الضياع. لو لعب دفاع متقدم هتبقى مشكله كبيره جدا للزمالك. كمان هقول لك على يعني عزيز الزملكاوي في مفاجاه.
التشكيله اللي لعب بيها جوزيه جوميز امام الاتحاد السكندري مش هينفع يلعب بيها قدام الاهلي. هتقولي ازاي؟ هقول لك تعال شوف وسط ملعب الاتحاد السكندري اللي طبعا فريق محترم جدا واقوى من المربع الذهبي في الدوري، وشوف نص ملعب الاهلي بدون حتى امام عاشور. نص ملعب الاهلي اقوى بكتير. فلما تيجي تلعب معاهم بعبد الله السعيد، انا من وجهه نظري عبد الله السعيد ما يبداش المباراه. من وجهه نظري عبد الله السعيد نزل الشوط الثاني تمام. حكايه بقى ان هو لعيب بيستحمل الضغط ولما راح بيراميدز من الاهلي نزل جاب جول ومش عارف ايه وبتاع، لا مش عايزينه دلوقتي. احنا عندنا لاعبين تقال قوي في نص الملعب، ناصر ماهر واحمد حمدي، لاعبين تقال اعتمد احطهم في نص الملعب ومعاهم دونجا ديفندر وخلاص شكرا. فالصراحه مش شايف ان عبد الله السعيد يبدا تماما. وحكايه ان انت في اول المباراه كنت حاطط لي ناصر ماهر وينج شمال عشان مصطفى شلبي مش موجود، لا برضو مش هيديك كل خدماته، يعني هو في نص الملعب يكون افضل. طيب ايه كمان؟ فتوح طبعا يبدا المباراه. الناحيه الثانيه عمر جابر اللي بيقدم مستويات عاليه قوي الفتره اللي فاتت دي. الصراحه يعني مستويات عاليه جدا جدا جدا. فان شاء الله يعني ان شاء الله التوفيق لعمر جابر وكل اللعيبه. عندنا زيزو اللي كل ما بيجي يغيب بيرجع تاني ويقول يا جماعه انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا احسن لاعب في مصر. احمد مصطفى السيد زيزو هو افضل لاعب في مصر. سهله ايزي. كل ما بيجي حاجه تحصل ده مش بشهاده ناس زملكاويه بس، بشهاده ناس زملكاويه واهلاويه. احمد مصطفى السيد زيزو احسن لاعب في مصر. بقولها بكل صراحه، احسن وينج في مصر، احسن لاعب في مصر. لعيب متكامل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يمسك الخشب، قوي بدنيا، تسديداته على الجون قويه جدا. اتمنى ما تجيش في العارضه في ماتش الاهلي بالذات. تمام. لعيب متميز في ضربات الجزاء، لعيب متميز في الركلات الحره على خط 18. سريع مهاري، لعيب متكامل الصراحه احمد السيد زيزو. فاكيد ده اساسي وانا مغمض يعني. هل بقى هنشوف شيكابالا؟ عايز اقول لك على حاجه بس قبل ما اكمل الفيديو، ان انا صورت الحلقه دي قبل ما قائمه الزمالك تنزل على المواقع، فعشان كده هتلاقيني بذكر شيكابالا كتير وبذكر مصطفى شلبي كتير، ولكن هما الاثنين مش هيبقوا موجودين في القائمه. طبعا عرفنا ان شيكابالا هيرجع. كان غايب ماتشين الفيوتشر والاتحاد عشان كان بيعاني من نزله برد. بس شيكابالا حتى لو هو مش قادر هيجي يلعب في قائمه الاهلي. انا بقولها لك اهو صريحا، انا زملكاوي بقولها لك صريحا. اتمنى بس شيكابالا تلعب، هيبقى في جمهور اهلي وزمالك. اتمنى ما يحصلش مشاكل يا شيكا. اخر مره في الكاس في السعوديه فضحتنا والشغل ده وبتاع، ماشي فاهمين، بس خلاص يعني حركات ملهاش اي لازمه الصراحه. فشيكابالا اكيد هيبدا المباراه. قصدي لو هو جاهز هيبدا المباراه، ولكن جوزيه جوميز ما اعتقدش ان هو هيخليه يبدا المباراه. طيب جوزيه جوميز اللي بدانا نشوف ان فعلا لا اي مدرب برتغالي لازم تستنى عليه شويه، يعني تسيبه كده يعني يستوي. جوزيه جوميز بدا يلعب باحمد حمدي، بدا يلعب بناصر ماهر، سابه زي ما شفنا في مباراه فيوتشر الاياب، ساب احمد حمدي لاعب 10 حر. احمد حمدي قال كده في التصريحات. فبقيت اشوف احمد حمدي في كل حته في الملعب ولعيب ممتاز وجاب هدف. اي نعم الهدف خبطت في رجل السيد باك بس كملها وشاطها بوش رجله الخارجي، كره ممتازه بعيد عن الحارس تماما. هو وناصر ماهر هتبقوا لعيبه ممتازه جدا. طيب الزمالك فرقه متكامله دلوقتي، بيعاني باستقرار كويس، مدرب كويس، لعيبه كويسه، يقدر يخش الصراحه. يعني مفيش اي حجج يا زمالك، مفيش اي حجج، ابوس ايدك. احنا مفيش اي حاجه خالص، لعيبه كامله، سكواد تمام، كله تمام. هنبدا ننزل نخلص الماتش ده، ابوس ايدك. ده ماتش دوري بس في حال ان فوز الزمالك في ماتش الدوري ده، الاهلي ليه مؤجلات، بس فوز الزمالك الماتش ده وتكمله الزمالك على مسيره يعني زي ماتش اتحاد اسكندري وفوز ماتش الاهلي وفضل مكمل كده 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 نفس الطريق ده، خلاص بقى ما بقناش نخسر ولا نتعادل ولا الكلام ده. بدانا نكمل في الماتشات دي في الدوري المصري. مش عايز اكبرها قوي بس بنسبه 60، لو بدانا بنفس المستوى ده نسبه 60-70% الزمالك بطل الدوري المصري. خلينا نتكلم بصراحه. فده كان كل الكلام اللي قوله لك على الزمالك. خليني اقول لك التشكيله سريعا اللي هيبدا بيها. المفروض نادي الزمالك المفضله بالنسبه لي هيبدا بعبوات في حراسه المرمى، على يمينهم عمر جابر، على شمالهم احمد فتوح، قلبين دفاع حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، قدامهم ديفندر خط وسط مدافع دونجا، قدامه ناصر ماهر واحمد حمدي، على يمينهم ممكن نقول زيزو،
على شمالهم لو مش عارف هل هو هيبقى سليم ولا لا مصطفى شلبي، او لو مش سليم هيلعب بشيكابالا، وقدامهم رأس حربة وحيد اتمنى يكون سامسون اكانيولا. طبعا لما شيكابالا هيلعب على الشمال وزيزو هيلعب على اليمين هنشوف طول الماتش روتيشن ما بين الاثنين. فدي تشكيله الزمالك سريعا. طيب تشكيله بالنسبه بقى الناحيه الثانيه مباراه الاهلي اللي بيعاني من مستوى قل شويه، مستوى قليل. كولر جماهير الاهلي بدات تغضب عليه شويه، يا عم عنيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. الاهلي مستوى غريب مذبذب شويه، ولكن رغم كل ده الاهلي عادي ممكن يخش الماتش ده يكسب 3-0 ويطلع ايزي جدا. فزي ما بقول لك هي ليها حسابات تانية، حسابات تانية خالص. الاهلي عنده غيابات، مش عارف الاهلي داخل الماتش ده او جماهير الاهلي داخل الماتش ده عارفه ان الماتش ده هيبقى 50-50 او 60-40 للزمالك. الماتش ده هيبقى متقارب جدا، عكس ماتش الكاس برضو اللي كنا داخلين الاهلي هيكسب، ولكن الزمالك عمل طول 80 دقيقه اداء كويس جدا. وجوزيه جوميز من وجهه نظري، خلينا نرجع بس، قدر يعمل ماتش ساعه ماتش كاس مصر 80 دقيقه على الاهلي، مفيش اروع من كده بدون خطوره. ولكن اول ماتش ليه الاهلي قدر يسيطر، عكس كولر اللي كان ماتشاته على طول مع الزمالك. طيب كولر كعبه عالي شويه على الزمالك من ساعه ما مسكه. هنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه للفريقين. الاهلي عنده غيابات ولكن عنده لعيبه تقدر تسد. الاهلي عنده عبد المنعم، عنده كهربا، عنده رضا سليم، عنده طاهر محمد طاهر، وسام علي. كل اللعيبه دي احساسي بيقول لي كده ان وسام علي هيجيب جول في الزمالك. يعني احساسي، عندي احساس كده ان هيقول لي وسام علي ده هيجيب جول في الزمالك، وان المباراه دي هتكون فيها اهداف كتير. طيب عايزين نقول حاجه قبل ما نقول التشكيله. الاهلي بيعاني من حاجتين، بيعاني من وجهه نظري بقلب دفاع زي رامي ربيعه مع كل الاحترام ليه يعني، ولكن هو مش قلب دفاع اللي انا يعني زي ما انا مع حسام عبد المجيد كده. رامي ربيعه ممكن يعمل ماتش حلو قوي وحسام عبد المجيد يعمل ماتش، بس انا قدام ماتش اهلي وزمالك ما اطمن لهمش الاثنين لو انا اهلاوي او زملكاوي يعني، فما اطمن لهمش الاثنين. مروان عطيه هو اللي بالنسبه لي عالي قوي يا جماعه، يعني من ساعه منتخب مصر وافريقيا هو عالي قوي، لعيب فوق الواقع يعني، لعيب جامد قوي زي ما بيقولوا. عمر كمال اللي قدم اداء ولا اروع في مباراه زد صراحه، هو خد تقريبا رجل المباراه. طيب خلينا نقول لك التشكيله كده سريعا للنادي الاهلي. شوبير في حراسه المرمى، على يمينه عمر كمال، على شماله كريم الدبيس، قدامهم عبد المنعم ورامي ربيعه. في نص الملعب هيبقى فيه اختيارات كتير، فهو هيبدا بمروان عطيه ده اكيد اساسي، وقدامه بقى في الاثنين قدامه يا هيحط السوليه تمام، واعتقد مش هيحط احمد حسن كوكا، هيبدا بقفشه لان هو بيحب يبدا بيه في ماتشات الزمالك بالذات. قفشه عنده خبرات مع نادي الزمالك. على يمينهم رضا سليم تمام، لان لعيب ممتاز قوي رضا سليم. على شماله ممكن يبدا ب ممكن نقول مش عارف الصراحه ممكن يبدا بمين، بس هل ممكن يبدا مثلا باحمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر، وقدامه راس حربه وحيد وهو كهربا. دي كان كل حاجه اقدر اقولها لك على مباراه الاهلي والزمالك. توقعي للمباراه ان شاء الله خير للزمالك، وان شاء الله الزمالك يحرز الثلاث او زي ما قلنا بقى في اول فيديو 6 بونت. يا رب الزمالك يفوز بهذه المباراه. توقعي بهذه المباراه ان المباراه دي هيكون فيها اهداف كتير جدا، فعندي توقعين ممكن اقولهم يعني اللي يطلع منهم، مش هنكسب عليهم حاجه. توقعي الماتش ده يا اما 2-2 يا اما 3 يا اما 2-1 للزمالك. وبس كده، ده كل حاجه اقدر اقولها لك على الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب بس كده. سلام.